خبراء الصحة، وهذه معلومة مهمة جدا. يؤكدون على ضرورة التلقيح بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية ذات المناعة الضعيفة لتفادي المضاعفات الصحية الناجمة عن الإنفلونزا. التفاصيل في هذا الروبورتاج لعبد المولى بوخريس وفيصل أبروش. مع اقتراب موسم الشتاء الذي يكون مرادفا لانتشار الإنفلونزا الموسمية، يصبح التلقيح ضدها حاجة ملحة عند شريحة مهمة من المجتمع. الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة عليهم التسلح باللقاح ضد الإنفلونزا لتجنب المضاعفات الناجمة عنها. الإنفلونزا الموسمية لها نسبة من الفتك، وهذا الفتك يكون بصفة خاصة عند المسنين، عند الناس الذين عندهم مناعة ضعيفة كأصحاب السكري، أصحاب الربو، أصحاب الأمراض السرطانية، وخاصة الذين هم تحت الأدوية المعالجة من الكيميائية وغير ذلك، القصور الكلوي، القصور الكبدي، ضعف القلب إلى غير ذلك من الأمراض التي لها أو لمرض السيستم التي تكون فيها المناعة ضعيفة. وبالتالي نحث كل الناس باش ياخذوا هذا اللقاح في الوقت ديالو المناسب. في سياق عالمي تطغى عليه جائحة كورونا، يرتقب أن يعرف لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذه السنة عدة تغيرات في التركيبة بحسب الخبراء، كما سيكون على الأشخاص الذين يصابون عادة بالإنفلونزا التسلح بالتطعيم لما قد يتعرضون له من مضاعفات أكبر إذا ما أصيبوا بكوفيد-19. هذا الموسم الخريفي هو موسم اللي هو متميز بالمقارنة مع المواسم السابقة، وبالتالي لا المنظمة الصحة العالمية وكذلك المختبرات اللي هي معنية بتصنيع اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية هذا العام عملات اللقاح اللي هو خاص. الميزة ديالو أنه تتكون من تيجي باش يغطي لنا أربعة ديال السلالات ستان فاكسين اللي هو تيترافالون. اللقاحات اللي كانت السابقه كانوا تريفالون، بمعنى تيكون يلاه تيغطيو ثلاثه ديال لي سوش ديال الخليه ديال الفيروسات. ويأمل الباحثون أن يسهم تقيد الناس بالإجراءات الوقائية من داء كوفيد-19 في الحد من إصابات الإنفلونزا الموسمية، بحكم أنها مرض فيروسي ينتقل بذات الطريقة التي ينتقل بها داء كورونا. نعود للبروفيسور نبيل التشفوتي، أستاذ علم الأوبئة بكلية الطب والصيدلة بفاس. بروفيسور التشفوتي، قربنا من طبيعة هذا الخطر الداهم يعني ديال تزامن فصل الخريف لهذا العام مع زمن الجائحة، زمن فيروس كوفيد-19. شكون معني بهذه المخاوف؟ شكون الفئات اللي معنية أساسا بهذه المخاوف؟ الإشكال الأساسي هنا شنو هو أن الإنفلونزا ولا كوفيد عندهم نفس طرق الانتشار، وكيقدروا يعني يتمظهروا بأعراض اللي متشابهة. يمكن يوقع واحد الخلط يعني فيما يخص الأعراض، ربما يكون صعيب شويه باش نميزوا ما بينهما، مع العلم ان يعني الكوفيد كاين نسبه اكبر ديال المرضى اللي كيتمظهر عندهم بقصور يعني تنفسي حاد. هذه الامراض بيان سور كوفيد الفرق هو انه سريع الانتشار وان تمظهر الوبائي ديالو اخطر، فتره الحضانه ديالو اطول، ولكن هذه امور ما غاديش تبان للعامه، يعني لعامه الناس اللي غادي يمرضوا. دونك الاشكال فين كيتطرح عند الناس المسنين والناس اللي مصابين بامراض مزمنه واللي المناعه ديالهم ناقصه. علاش؟ لان هاد الناس التمظهر ديال الانفلونزا الموسميه بغض النظر عن الجائحه عندهم كيتمظهر يعني بشكل اكثر ضراوه، حده او ضراوه ان صح التعبير. اذا عند هاد الناس غادي يكون واحد الخلط. لهذا هذا مسألة تثير مخاوف كثيرة فيما يخص الضغط الذي قد يتولد عن هذه الوضعية.
على المنظومه الصحيه التي هي اصلا يعني في حاله انهاك. لهذا كيف ما جا في الروبورتاج ديالكم، فاللقاح ديال الانفلونزا الموسميه كيتطور كل عام بناء على يعني التطورات اللي يتم الدراسه ديالها فيما يخص فيروس الانفلونزا. فانا كنعتقد بان اهم يعني الحاجه اللي يمكننا نوصلوا بها حاليا هي تلقيح لا سيما الاشخاص المسنين والاشخاص يعني ذوي يعني المناعه المنخفضه. وكذلك ما نساوش الزملاء ديالنا المهنيين ديال الصحه باش يبقاو صحاح هما بعدا، لان محتاجينهم ما يبقاو صحاح. بروفيسور، يعني هذا اللقاح ضد الانفلونزا راه ما غاديش يحميهم من الاصابه بالكورونا، يعني لان كاين بعض الخلط اللي هو لا يحمي من الكورونا ولا يقوي المناعه في مواجهه الفيروس، يعني فقط باش ما يكونش الخلط وما يكونش اقبال على يعني انهاك للمنظومه ابتداء من التحاليل المخبريه. يعني يوليو عندنا ناس بزاف باغيين يحللوا، بالتالي يبداو يتعطلوا لنا النتائج ديال التحاليل. يعني هذا هو التخوف، يعني ما كاين حتى علاقه بين العالمين. لا نهائيا اللقاح ديال كورونا مازال في التجارب السريريه ديالو كما يعرف، واللقاح ديال الانفلونزا تتم التوصيات به عاده، يعني حتى في الظروف العاديه التوصيات كتمشي في اتجاه ان الناس المسنين ولا الناس اللي عندهم هشاشه يتم اللقاح ديالهم، لان اصلا الانفلونزا كتقدر تظهر عندهم بشكل يعني بشكل حاد وتقدر تؤدي للوفاه. لهذا هذه الوضعيه الوبائيه الاستثنائيه لهذا العام، هذه التوصيه يمكننا الا نزيدوا ناكدوا عليها باش نقويوا المناعه ديال هاد الناس هذه من جهه باش ما يمرضوش، وثانيا كما تفضلتي باش ما يوقعش انهاك، لان كاين تشابه يعني في تمظهر يعني من ناحيه ديال الاعراض، وكيف ما تفضلتي ما يوقع انهاك كبير على كل شيء غيبغي يدير التحاليل، مع العلم ان حاليا التوجه اللي كاين هو انه كاين واحد التوجه ديال العقلنه ديال التحاليل، باعتبار اننا عدد ديال التحاليل ما يمكنناش نديروا عدد محدود. هناك ما يسمى بالاستهداف السيبلاج، يعني انه التحاليل حاليا تتجرى الناس اللي يعني عندهم واحد احتمال ديال الاصابه اكثر من الناس. لهذا ف يعني التلقيح ربما ايضا بروفيسور يعني وباش ما يمرضوش بالانفلونزا ويديروا انفلونزا معقده ويحتاجوا لسرير في المستشفى وما يلقاوش، ويبغيو مثلا سرير في مصالح الانعاش والعنايه المركزه، لان فيهم الانفلونزا اللي نقدروا نتجنبوها باللقاح وما يلقاوهاش لان عامره بمرضى ديال الكوفيد. يعني هكا الناس خصهم يفهموا المعادله. حنا تنتمناو ان العدد ديال الحالات ينخفضوا كيف ما تطرقنا له قبل قليل. تنتمناو ان هذه الحالات ينخفضوا، تنتمناو باش الاطباء ديال الانعاش اولا يرتاحوا شويه لانهم كينهكوا بزاف، وثانيا يستأنفوا الانشطه ديالهم يعني مع الامراض الاخرى، لان اطباء الانعاش راه دائما خدامين. اطباء الانعاش ديما عندهم خدمه كثيره بزاف. فهذا الشيء هذا كامل غيمشي في هذا الاتجاه اللي بطبيعه الحال تفضلتي به، لان هذا هو الهدف، هو بطبيعه الحال الناس ما يمرضوا شيء، وكذلك المنظومه الصحيه ما يتمش الانهاك ديالها عبر يعني الملء ديال الاسره ديال الانعاش، لان هذا حتى هو مؤشر مهم بزاف في التتبع كما ديال التطور ديال الوباء. بما ان